السلام عليكم يا حبايب قلبي، ازيكم؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل شاورما الفراخ وسندوتشات الشاورما. هنعملها كل خطوه هنعملها مع بعض، وبعد كده نطبق السندوتشات ونشوف الموضوع ايه. ان شاء الله يكون سهل وبسيط ونستفيد مع بعض منه. ويلا بينا نعمل الشاورما وسندوتشات الشاورما. اول حاجه يا حبايبي جبنا كيلو بانيه، غسلناه كويس قوي وقطعناه ويتصفى كويس قوي. بعد كده هنبدأ ننزل بالتتبيلة بتاعتنا اللي هي عبارة عن معلقة ملح صغيرة، فلفل اسود، بهار فراخ، معلقة بابريكا، معلقة صغيرة توم باودر، ومعلقة صغيرة بصل باودر، معلقتين كبار بهار شاورمة فراخ بنجيبها من العطار او من السوبر ماركت، 4 معالق خل، 4 معالق زيت، وكوبايتين زبادي. وبعدين نقلب كل الخليط بتاعنا مع الفراخ بتاعتنا بالشكل ده. بعد ما حطينا التتبيله بتاعتنا يا حبايبي على الفراخ وقلبناها كويس قوي، هنسيبها مش اقل من ساعه، يعني لو اكتر طبعا افضل، لكن مش هنسيبها اقل من ساعه. وهنعملها بالاسترتش، نغطيها بالاسترتش ونحطها في التلاجة. بعد ما سيبنا يا حبايبي الشاورما بتاعتنا في التتبيله في التلاجة لمده ساعه او ساعه ونص، بدأنا نتعامل معاها ونسويها. جبنا طاسه كبيره عميقه على النار، حطيناها ورفعناها، وبعد ما تسخن هنبدأ ننزل بالشاورما بتاعتنا. طبعا النار بتاعتنا احنا نزلنا الفراخ بتاعتنا والنار بتاعتنا عاليه، وبعد شويه طبعا هنسيبها كل شويه نهزها بالشكل ده، علشان انا مش عايزه ان احنا نقلبها كتير علشان ما تتفرفتش مننا الفراخ. هنسيبها لحد ما تتشمع وتمسك نفسها، ونبدا بعد كده نقلبها. بعد يا حبايبي الفراخ ما بدات تستوي او استوت تماما فعلا، بس باقي فيها حبه صوص بسيط كده قبل ما تنشف قوي، هنزل بالخضار بتاعي اللي هو عبارة عن بصل متقطع حلقات، وبعدين انزل بفلفل الوان، زي ما احنا شايفين يا حبايبي. شغلنا النار على الشاورما بتاعتنا، ولما بدأ الخضار بتاعنا يدبل نوعا، لكن ما يبقاش طري تماما، لان هي الشاورما حلاوتها ان الخضار بيه فيه قرشه صغيره يعني بسيطه. واحنا كده خلصنا الشاورما بتاعتنا، وهنعمل مع بعض عيش التورتيلا. والعيش التورتيلا ده بنعمل بيه حاجات كتيره قوي، وطعمه بيبقى جميل. وبدل ما نشتريه من المحلات ونبقى مش عارفين المكونات ايه، ممكن بسهوله قوي نعمله في البيت. وتعالوا معانا ونشوف التورتيلا بيتعمل ازاي. هننزل 4 كوبايات دقيق في بولة كبيرة، معلقة ملح صغيرة، معلقة بيكنج باودر صغيرة، كوباية ونص لبن دافية. هنقلب ونحط عليهم 4 معالق زيت، نقلب كويس قوي ونعجن لمدة دقيقتين. عجننا العجينة بالشكل ده ولميناها بقت كويسة قوي ما بتلزقش في ايدينا. هنحطها في بولة تانية ونغطيها لمدة 5 دقايق علشان ترتاح. بعد كده يا حبايبي هنجيب العجينة بتاعتها ونفردها بالشكل ده كده، ونقسمها ل 16 قطعة متساوية. نحاول طبعا على قد ما نقدر ان هما يبقوا متساويين. بعد ما قطعنا العجينة يا حبايبي ل 16 كورة زي ما احنا شايفين كده، حطينا تحتيهم دقيق وحطيناهم رصيناهم،
وحاولنا بقدر الامكان ان هم يبقوا متساويين في الحجم. طبعا الموضوع هيبقى فيه تفاوت شويه، واحده كبيره واحده اصغر شويه، بس هنحاول ان هم يبقوا متساويين على قد ما نقدر. بعد كده هنرصهم زي ما احنا شايفين، وهنغطيهم بفوطه ونسيبهم لمده 5 دقايق العجينه ترتاح. اول حاجه رشه دقيق، ونبدا ناخد اول قطعه معانا من العجين. هنبدا نبطط العجين بتاعنا، ونبدا نستخدم النشابه بتاعتنا ونفردها على قد ما نقدر. نفرد العجينه بتاعتنا على قد ما نقدر، بس نحاول ان هي تكون مدوره. بعد ما خلصنا يا حبايبي فرد العجينه بتاعتنا، الكوره بتاعتنا بالشكل ده بالسمك الرفيع ده، هنبدا ننقلها ونحطها على فوطه جنبنا بالشكل ده كده، ونغطيها ونتعامل مع كل العجين بتاعنا بنفس الشكل ده. رفعنا طاسه على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واول ما الطاسه بتاعتنا تبدا تسخن هننزل عليها بالعيش بتاعنا بالشكل ده. هنقلبه على الوش التاني يا حبايبي كده، وبعدين نبدا نطلعه بالشكل ده. بعد العيش ما استوى معايا وطلع بالشكل اللي انا وريته لكم يا حبايبي، هنحطه على فوطه ونبدا نرص واحده واحده فوق بعضهم علشان يفضل طري لحد ما نبدا نستعمله. زي ما احنا شايفين يا حبايبي، خلصنا الكميه بتاعتنا كلها بتاعه العيش التورتيلا، وعملت لنا 16 رغيف من الاربع كوبايات دقيق. هنشوف التورتيلا معانا شكله ايه. هنشوف ان احنا لو طبقناه بالشكل ده بيتطبق لانه طري جدا وبيديني نتيجه جميله جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض التوميه بطريقه سهله وجميله، وان شاء الله تستفادوا من الفيديو. يلا بينا نعمل التوميه. اول حاجه هنجيب حله، مش هنشغل عليها النار، لا احنا هنجيب الحله قبل ما يترفع عليها النار خالص، وهنفضي فيها نص كوبايه ميه، معلقتين نشا كبار، ومعلقه توم مفروم. نقلب كويس قوي علشان النشا بتاعتنا ما تتكتلش. بعد ما قلبنا كويس قوي يا حبايبي النشا في الميه مع الثوم، هنرفع على النار الحله بتاعتنا وهنوطي مع التقليب مستمر. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي النشا بتاعتنا مع الميه اتجمدت بالشكل ده. بعد ما وصلنا للقوام اللي احنا شايفينه ده يا حبايبي، هنبدا نطفي النار بتاعتنا. القوام بالشكل ده شايفينه متماسك كويس قوي. هنسيبه يبرد تماما لحد ما نكمل بقيه المكونات بتاعه الشاورما بتاعتنا. حبايبي جبنا الخليط بتاعنا بعد ما برد، هنحطه في الكبه بتاعتنا بالشكل ده. بعد كده هنضيف عليها 3 معالق كبار مايونيز، 3 معالق كبار زبادي، معلقه سكر صغيره ومعلقه ملح صغيره، 3 معالق خل، كوبايه زيت. وبكده يا حبايبي عملنا التوميه بتاعتنا، ولا اسهل من كده. والمكونات كلها عندنا في البيت موجوده متوفره في البيت، بدل ما نروح نشتري حاجات معموله في البيت قدامنا وبطريقه سهله وضامنين المكونات بتاعتها. نبتدي بقى نعبي سندوتشات الشاورما بتاعتنا اللي احنا جهزناها، من اول العيش للتوميه للفراخ بتاعتنا الشاورما. اول حاجه بنحط معلقه التوميه بالشكل ده، بنبدا نفردها الساندوتش بتاعنا بالشكل ده كده. وبعد كده بحط الشاورما بتاعتي، بعد كده هنحط
على الفراخ بتاعتنا الخيار المخلل. طبعا الشاورما ما تنفعش خالص من غير الخيار المخلل، الكل بيحبه. بعد كده يا حبايبي هنبدأ نرول الساندوتش بتاعنا بالشكل ده كده، وهنعمل كل الكمية بتاعتنا بالشكل ده. هنا يا حبايبي بعد ما عبينا حبايبي الساندوتشات الشاورما بتاعتنا، حطيناها على الطاسه بتاعتنا اللي هي جريل او اي طاسه عاديه لو انتوا مفيش طاسه جريل، وناخد تشويحه كده علشان يدي ريحه حلوه وطعم حلو. وبكده يا حبايبي عبينا كل الساندوتشات بتاعتنا وانتهينا منها، وزي ما انتوا شايفين الشكل مغري جدا وجميل، وان شاء الله تكون عند حسن ظنكم وتدوقوها وتعجبكم وتعملوها وبالهنا والشفا. واحنا هنا عملنا كل المكونات بتاعت الشاورما، عملنا العيش، عملنا التوميه، وعملنا شاورمه الفراخ. كل ده عملناه في البيت. الموضوع سهل جدا بس عايز يعني صبر شويه، وباذن الله تستفيدوا من الفيديو، والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.